نوريك والله نوريك. لا طالما أني تمنيت أني أصير لاعب كورة زمان، لكن اكتشفت أني أنا ليست ميولي كروية أبدا ولا أشجع حد. لكن إذا أجت مباراة للمنتخبات زي كأس العالم أكون أهتم فيها باختصار، إنه منتخب وكذا أنت لازم تكون مع بلدك. أكيد أشجع السعودية، يعني أشجع ما زيمبابوي. لكن اللي يسأل، وأتوقع ما حد سأل، أن أكثر اهتمام عندي في المجال الرياضي واللي ودي أني أكون فيها كشخص يسجل فيه ويلعب فيه الملاكمة. هجمني وإبو يا جماعة، ومتأثر بهذا الشخص روكي بالبوع، أبغى أصير ملاكم. لكن حديثنا في هذا الفيديو ليس عن الملاكمة، وإنما الميمز اللي يطلع عن كأس العالم، سواء كلعب سواء كتنظيم. وبحكم أن احنا قربنا من الميمز رقم 100 لايك على هذا الفيديو، فجر أمها زي ما السعودية بيفجرون أمها قدام إسبانيا. يا جماعة أنا عندي اعتقاد أن السعودية بتجيب 2-1 وقول حسام ما قال. لا توقعاتي وانشروها إذا أجي يومها، فنقول بسم الله وليتس جو فور رن. 2034 الكل متجهزين لمباراة في كأس العالم. البرازيل عند الصرافة يبي يزرفها. إيه vamos إيه سبكتورة بوتا مادري إيه أسكرينا وكذاته. يعني ما تسعوا أنفسكم البرازيليين. أكثر دولة فازت بكأس العالم هي البرازيل 4 مرات، 4 ولا 5. هذه فرصة إيرانية خطيرة رحت الحمام في وسط المباراة الأمريكي وإيران. أوه شت. الهدف الإيراني الأول، الهدف الإيراني الأول. الهروب يا شباب، الهروب. يقول لك توقعت ننطرد حتى من العالم مو بس من أمريكا. ليه؟ هذا ما مصر هذا ولا إيش؟ العراق. لا تعال خش معايا ملاكمة نسجل سوا. ايش رايك تسجل معايا؟ يقول لك متأكدين مخشين الحكم. اتوقع ان هذا الفيديو بيصير لي مشاكل يا جماعة، بس لازم نكون حذرين. لاعبين فرنسا بعد كل هدف ضد السنغال. خلاص السنغال راحوا فيها. دحين ما فاتت من النقاط هذه، جديعة هذه ولا جدري ولا ما بالضبط. يا أخي أنا أستغرب، أنا لاحظت أكثر من واحد يسوي ميمز يحط ذي النقاط. ما أنت مريض وأنت تبغى من المستشفى أوديك، تبغاني أوديك ولا إيش بالضبط؟ وأنت ما أنت حاط حقوق هذه، يعني ما نتكذب علينا إحنا ولا ما. يقول لك بعد ما يضيع 8 انفرادات و5 بلنتيات. أنا عندي أصدقاء تكلموا فيه إني أنا مدري إلى آخره. لا طبعا، لأني أنا ما أنظر للوراء، أنا دائما لقدام. حبيبي والله نتعلم منك يا ابو سالم، نتعلم منك. يقول لك بخصوص الدرجه اللي استغفر الله. الله يرحم الملك، ايش دخل الملك فيصل الله يرحمه. يقول لك متابعين كاس العالم مستغربين من يعني شبيحه الدوري الايطالي. لا يخطفون. انا ترى رفست وانا جالس اتابع معاك. يا دلع مليون اعلان مو في نص الاشواط، لا في ذات المباراه 5000 مره. فرنسا 14 اوف عبله. ما هذا من متى هذا صار؟ فرنسا تعال حبيبي تعال حبيبي. العراق سوف تهزم فرنسا. نمت وراحت عليك المباراة ضد اسبانيا. اوه السعودية ضد اسبانيا. يقول لك بس صحيت وما شفت تركي آل الشيخ مصور في ذي الغرفة. يعني ايش؟ انا خبرتي في الكرة ضعيفة شوية ما فهمت. يقول لك 2018 المنتخب خسر، لو المنتخب السعودي خسر من روسيا 5-0. اوف عبله. اي والله صح. ونزل تركي آل الشيخ بذي الغرفة وهو يسفل باللاعبين. استغفر الله. ما ادري بهذه الاشياء كلها، والله ما ادري، قاعد اكتشف معاكم انا والله العظيم. فن لما يكون عندك الخبره الكرويه ضعيفه. محشورين من اسبانيا والاستحواذ الان. يا اخي ليش انتم خايفه من اسبانيا؟ انا ترى بدعي لكم يا شباب، خلاص توكلوا على الله. اهم شيء تتوكلوا على الله، من توكل على الله فهو حسبه. زي ما قلت لكم 2-1. هذا اللي انا اتوقعه. شوف الاذان حقي هي كذا ملصقه هنا، معناته انا اموري طيبه ان شاء الله. وسووا بعيوني كذا اندرتيكر، معناته ان شاء الله 2-1 ان شاء الله. ايه هذا 22. هاو 36 منتخب اللي ما عرفوش يكسبوا الارجنتين من 2019. هاو I don't know. How? I don't know. حتى انا ما ادري، انا زيك ترى والله ما علمك ترى. اذا عرفت قول لي. ها الله اكبر. بخصوص الحركه هذه يا جماعه، انا ترون كل ما اتخيل نفسي انا اسوي ذا الحركه احس ان هذه كلها بتتجرح.
هذه كلها من فوق كلها بتتجرح. هذه كيف يتحمل الحلبة؟ اوكي متأثر بالملاكمة المصارعة. اوكي العشبة ذا ما مصنوع، هذا ما مصنوع. البيت هادي واهلك كلهم نايمين، انت واخوانك اذا المنتخب سجل هدف الساعة 3 بالليل. قررت تفوت مباراة واحدة عشان تذاكر. أول مقطع بيطلع لك عن المباراة اللي فوتها. فوت المونديال كامل. أنا أشوف المباريات الجاية إن ما نتابعها، لأن هذه المباراة تكفي المونديال كله. من 1930 لحد 2026 ما شفنا قمة زي. أنت على أساس ما أنت عندك تذكرة لكل مباراة تدفع كليت أنت تبيع كليتين. طيب وما هو تبيع بعدين؟ ما هو الأعضاء اللي تبيعها عشان تحضر مباريات ثانية؟ ما هو ورني أشير لي على أعضاء هذا، ما هو العضو اللي قاعد تبيعه. صلاة على النبي. اللهم صل وسلم عليه. انت واخويك متفقين بتشتروا بي ان سبورت لكاس العالم، انت وهو في المكان. اجتمعوا الأحبايب، اجتمعوا الأحبة يا قلبي. صلاة على النبي. هذا أصدق شيء شفته في حياتي والله، هذا أصدق شيء. يا أخي الناس والله تكذب، والله كثير ناس تكذب. قبل ما يبدأ كاس العالم لا انشري اي قطة فالاخير تلقاهم عنده افتح يا سمسم حق الشاي. الزميلة محمد سعدونا الكواري وفي اطار نكلم ترزقيق الاهلي وبالشارك ايضا الاهلي. شوفوا تابع انا يا خبر يا خبر يا خبر. شكرا للزميلة محمد سعدونا. يا اخي الطعمة يا اخي اسكت يا اخي ازعجتني والله، ذني لازم تتنظف. قوات الدعاء الخاصة الحالة الوحيد مع المنتخب. كلهم دعوة جماعية. سالم بعد ما جاب هدف بالغلط في الدقيقة الأخيرة وصار هدف المنتخب في كأس العالم. يا أخي ليش أنتم متحطمين يا جماعة؟ 2-1 خذوها، قلت لكم 2-1. شباب لايك يا شباب، اشتركوا شباب. حط القد في ايدي وعملني في عنصرية. قال لي يا بلجيكي راح كلهم بطاطا حق بندر. روح العالم كلهم اشتركوا مع بي ان كاس العالم، انت مع بوت التليجرام عشان ما يطفي عليك البث. تشحته تبوس يده ارجوك، لا تكفل علي ارجوك، انا ابوس يدك. مباراة كاس العالم تنلعب الفجر، فوال الحارة نهاية البطولة. اغنى رجل في العالم. العب ايش امك مي. دافع راتب بيتكم الرسيفر عشان اجواء كاس العالم، انت مع مباراة السنغال المجهولة عشان تحلل القيمة اللي دفعتها. اصدق ما قلت والله، هذا صدق. قال تبغى تحلل، تبغى تروح عليك القيمة يعني. سؤال تفرج السنغال، بعدين المدرب حقي حق الملاكمة السنغالي، يا احترم نفسك. يقول لك من اسوأ الذبات اللي شفتها، يعني بتردها ولا ويش؟ مطوشة كاس العالم بقى هتبقى بعد منتصف الليل بقى، وهنقعد مع العيلة ونتفرج. وهوبا يا نهار ابيض وخطيرة. ايوه بقى مطوشة كاس العالم بعد منتصف الليل، هشجع منتخب مصر بلدي دي مش شنت. وهوبا فاموس بيزيرا زمالك. لسه حد بيقول منتصف الليل. ايه جدعان، الواد لسه صغير وفرحان. أنا بدوية مطلقة. أيوة ذا ما أدري مو سالفته. المشجع ذا مشجع تركي متواجد في ملعب المباراة لدعم منتخب بلاده أمام استراليا. هذا من جدة هذا ولا ذا كاس؟ رحتم أمريكا عشان كاس العالم وجبتم العيد، موظف السفارة اللي بيفزع لكم. مرة احنا داخلين على الله فمنا عليك. اي والله استغفر الله يا رجل، عيب عليك، عيب. الله يرحمه. عيب. ما عندنا تليفون، انا اعرف احد. خلاص ولا عندنا فلوس ولا عندنا. الله يرحمه والديك. الحين لا جوازات ولا فلوس ولا شيء. مرة في عليك. الديك بيصحى بكير بيوعينا بصياحه كوكو كوكو. قاعد يغني. هذا اللي يفزع لك، اللي يقول لك ما فهمت هذا يفزع لك ترى، عشان اللي انت ما فهمت تفهم من هذا. يقول لك يسمونه منتخب الديوك. ليش ديوك يعني؟ شعار منتخب فرنسا هو الديك. اوه والله الديك يصحى بكير. هذا اللي من قد كاس اغنية كاس مو تشغل لي ذاك